النهارده ويرجع منتصر من زامبيا. مبروك يا ميدو. الله يبارك فيك يا كريم، شكرا. ميدو معلش يعني طبعا احنا النهارده ما اتفرجناش على المباراه، الاذاعه الزامبيه او التلفزيون الزامبي نفسه ما قدرش يذيع المباراه، فعايز حضرتك تقول لي يعني ايه اللي حصل بالظبط في المباراه والظروف اللي واجهت نادي الزمالك واحداث المباراه والفرص اللي جت على نادي الزمالك والفرص اللي كانت لنادي الزمالك. يعني هي كانت مباراه صعبه جدا زي ما توقعناها يا كريم، وزي ما انا اتكلمت معاك من يومين. فرقه مميزه جدا، عندهم صراعات وعندهم لعيبه مميزين جدا في الثلث الاخراني في الملعب، في الثلث الهجومي. وكان عندنا مشكله كبيره جدا ان هم يعني متعودين او بيلعبوا بطريقه مميزه جدا على الملعب السيء، ملعب سيء جدا يمكن من اسوء الملاعب في افريقيا. ميدو. ايوه يا كريم. ايوه كريم. في مشكله في التليفون؟ لا ما اعرفش، انا بقول لك احنا لعبنا باسلوب صعب. سامعني كده كويس؟ كده تمام. احنا لعبنا باسلوب صعب عليهم المباراه كريم، لعبنا ب 4-4-2. ايوه. بمحمد ابراهيم تحت، اثنين مهاجمين عرفه وجعفر. ولعبنا يعني الملعب مستحيل ان انت تلعب فيه كوره، فلعبنا على الكور الطويله وان احنا نبقى يعني زقين وناخد الكور الثانيه ونستحوذ على الكوره في نص ملعبهم، والحمد لله نجحنا في كده بشكل كبير. وده السبب اللي انت وده السبب اللي انت بدات باحمد جعفر وعرفه، الاثنين بيجيدوا العاب الهوا. بالظبط، ان هم الاثنين يعني اديناهم تعليمات ان هم، وكمان لان عندهم لعيبه كريم بيلعب اوت من اي حته بعد نص الملعب جوه الست يارد. وبيطلعوا بست لعيبه في ال 18 في الاوتات وفي الكورنر. فكان مهم ان احنا يبقى عندنا اطوال، وساعدتنا بشكل جيد جدا في الكور الثابته. وفي الشوط الثاني بقى غيرنا طريقه اللعب، نزلنا صلاح ولعبنا الثلاثه في اخر نص ساعه، وفي الاخر نزلت حازم لان هم فتحوا في الاخر، ونزلت حازم وبالفعل قدرنا نوصل للجول مرتين عن طريق حازم. الاثنين مش اوفسايد، الحكم حسبهم اوفسايد للاسف. لكن بشكل عام اللعيبه يعني كانت بتأدي اداء مميز جدا. اللعيبه كانت رجاله فعلا. ويعني انا اتكلمت معاهم قبل الماتش وقلت ان احنا نعتبر ان مفيش لقاء عوده في مصر، نعتبر ان مفيش فرصه للتعويض، عشان كده لازم نخرج ان احنا نخش فينا جول باي طريقه. وباكد كريم ان مباراه العوده هتكون صعبه، عشان جمهور الزمالك ما يفتكرش ان احنا عملنا نتيجه ايجابيه احنا كده صعدنا، لا. مباراه، ده الكلام اللي انا قلته للعيبه بعد الماتش. ماتش العوده حساباته صعبه، ان فرقه عندها سرعات لو فتحنا لها الملعب هيهددوا مرمانا، فلازم نلعب بحذر شديد جدا. ولان زي ما انت عارف يعني النتيجه ايجابيه، لكن لو الفرقه دي جابت جون فملعبك تلخبط لك حساباتك كلها. طبعا. طب هم ضيعوا فرص النهارده مثلا، او كان ليهم خطوره على مرمى عبد الواحد السيد؟ في كورتين ثلاثه اغلبيتهم كور ثابته. الحقيقه عبد الواحد في كوره تالق فيها فاول صعب جدا، شالوا كوره صعبه جدا. ولكن يعني تقريبا عدد الفرص اللي هم ضيعوها احنا ضيعنا زيهم. يعني عرفه السيد ليه هدف يعني هو جول، يعني كوره حطها جنب العارضه، هو جول فاضي بدماغه. على كوره احنا متمرنين عليها، كوره طويله جعفر اللي مديها له وهو راح لعبها من قبل الجول، جت جنب القايم. وجعفر ليه فرصه الشوط الثاني، عبد الشافي رفعها له على مشيت على خط المرمى، وفي الاخر الكورتين بتوع حازم اللي بقول لك عليهم. لكن يعني احنا ما كناش نقدر نطلع باي حاجه اكتر من كده من الماتش يعني. كويس الحمد لله. مفيش مشكله الحمد لله يعني. وهنبني ان شاء الله على النتيجه دي في مباراه العوده. طيب في حاجه بتميز فريقنا كان ريد ديفلز يا ميدو غير الكور الثابته؟ يعني فرقه كوره بتلعب كوره على الارض ولا بيلعبوا كوره على الارض، عندهم سرعات كريم. خلي بالك يا كريم، انت بتتكلم على فرقه وسط دور 16. فرقه طلعت الفريق الاوغندي اللي طلع المريخ السوداني. كامبالا سيتي. ففرقه محترمه يعني، فرقه وعندهم مدرب الواضح ان هو مدرب عنده فكر عالي. النهارده كان فيه اهتمام كبير جدا من الدوله في زامبيا. حتى كانوا موجود يعني وزير الرياضه كانوش ابو عليا ونزل سلم علينا قبل اللقاء. ايوه. وكان فيه اهتمام كبير جدا بزامبيا، وكان عندهم امل ان هم يطلعوا بنتيجه ايجابيه، لكن الحمد لله اللعيبه نفذت المطلوب واللعيبه كانت على قدر المسؤوليه. ولكن باكد تاني يا كريم ان رغم النتيجه الايجابيه الا ان احنا ما زال امامنا لازم نعمل مجهود كبير جدا في خلال 90 دقيقه الثانيه عشان نصعد لدوري المجموعات ان شاء الله. طيب ميدو، انت طالب ايه من المسؤولين في مصر؟ يمكن انا معترض ان الزمالك والاهلي يلعبوا في الجونه، انا عايز ملعب يريحني كنادي الزمالك، يريحني كنادي الاهلي، عشان اقدر استفيد يعني ايه الاستفاده ان انا بلعب على ملعبي، ما يبقاش بلعب يعني مع احترامي نادي ملعب الجونه ملعب كويس وكل حاجه، ولكن هناك لازم تلعب الظهر الساعه 2:30، الحر، الملعب ضيق، واحنا محتاجين ملعب واسع. يعني محتاج ايه من المسؤولين في مصر قبل ما ترجع من زامبيا عشان نبدا يعني نساعد الزمالك والاهلي اللي هم يصعدوا
لدوري المجموعات؟ انا اتكلمت في القصه دي يعني من شويه يا كريم، ان احنا متعاقبين من غير بدون سبب على موضوع ان احنا بنلعب من غير جمهور. احنا جمهورنا ما عملش حاجه، نمره واحد. نمره اثنين، مش معقول ان انت كمان بتعاقبني ان انا بلعب من غير جمهور، وكمان بتاخدني العب في ملعب ضيق وملعب ممكن تبقى درجه الحراره عاليه، ملعب كل المواصفات اللي فيه تخدم الفريق الضيف وتضرني. باكد يا كريم ان انا لا اقصد اي اساءه لمسؤولين الجونه ولا فريق الجونه اللي احنا بنحترمهم، وبالعكس احنا يعني الجونه كمكان نفسه احنا اكتر مكان بنحب ان احنا نروح في مصر ومن الاماكن المشرفه في مصر. لكن يعني فعلا طبيعه الملعب مش هتخدمنا، لا الزمالك ولا الاهلي. لا الزمالك ولا الاهلي. يعني بطلب من المسؤولين ان احنا نتمنى ان يكون اللعب الاول طلبنا ان احنا نلعب في القاهره بجمهور، لان احنا جمهورنا ما عملش حاجه، برضه موقفنا مختلف عن النادي الاهلي. جمهورنا مش معاقب، جمهورنا ما عملش حاجه، فبنطلب ان احنا نلعب في القاهره بجمهور، لو ما امكنش نلعب في القاهره برضه بدون جمهور، بس نلعب في استاد القاهره. يعني نلعب في استاد القاهره، ملعب واسع، ملعب اللعيبه، نلعب في الدفاع الجوي، نلعب في اي ملعب، ما نلعبش في الجونه. لان كريم انت النهارده في الوقت ده من السنه ممكن عادي جدا الساعه 3 الظهر تبقى درجه الحراره 35. بالظبط، في الجونه الدنيا حر جدا. يعني انا بتكلم في النقطه دي يا ميدو. بالظبط. يعني يعني ما ينفعش ان احنا نبقى بنحارب الانديه الفصليه عشان ما تصعدش. احنا بنحارب، يعني احنا بنيجي هنا بنحارب. مش معقول في بلدنا كمان هنحارب عشان نصعد. بالظبط. يعني كاننا بنلعب بره ملعبنا. طيب يعني الحمد لله اللعيبه كلها كويسه بعد المباراه النهارده، ما فيش اصابات، اطمنا على حازم امام، صلاح سليمان، الامور كويسه الحمد لله. الامور كويسه، وبستغل فرصه وجودي معاك يا كريم ببارك للكابتن حسن على حصوله على شخصيه العام في افريقيا، وبستغل يعني الموقف ده عشان الناس كلها تعرف ان انا مفيش اي حاجه يعني باقيه ولا رواسب ولا اي حاجه، وبالعكس لا مفيش مشكله. انا سعيد جدا بفوز الكابتن حسن بهذا اللقب، وده شرف وفخر لينا كلنا كمصريين. الله يخليك يا ميدو. طيب ميدو، فارق معاك قصه الانتخابات في نادي الزمالك ولا مش مركز في القصه دي ايا كان مين اللي ينجح؟ والله يا كريم يعني انا بعد نفسي تماما عن قصه الانتخابات دي تماما، لان احنا عندنا ماتشات مهمه زي ما انت فاهم. وبالعكس احنا لما نرجع مصر يعني هنبعد عن النادي الفتره اللي جايه لغايه مباراه العوده. لكن اكيد في اسماء شباب يعني انا نفسي ان هم يكونوا موجودين زي كريم انور، من الشخصيات اللي ليهم يعني شعبيه كبيره جوه النادي، واتمنى ان يبقى في شباب صغيرين زيه وزي شريف منير، الشباب الصغيره اللي هم عايزين فعلا يخدموا نادي الزمالك. انا بتكلم على الاعضاء الصغيرين اللي تحت السن، لكن الناس الكبار كلهم ناس يعني اي حد فيهم هيكون موجود هنتعامل معاه، واتمنى ان اي حد يجي يخدم مصلحه نادي الزمالك ان شاء الله. ميدو هترجعوا امتى باذن الله؟ بعد بكره نوصل باذن الله. بعد بكره هتتحركوا امتى؟ هنمشي بكره الساعه 1 الظهر، نوصل بعد بكره الساعه 12 الظهر. يلا توصلوا بالسلامه، وسلامي لكل الجهاز الفني واللعيبه، والف مبروك النهارده. وزي ما انت قلت يا ميدو يعني قطعنا 50% و50% ان شاء الله هتكون في مصر هنا باذن الله. ان شاء الله. شكرا. بشكرك كابتن احمد حسام ميدو، مدير الفني نادي الزمالك، ونتيجه نقول ايجابيه لنادي الزمالك النهارده في بطوله